احنا في حياتنا كل يوم بنواجه طلبات صغيرة وكبيرة. كل واحد فينا بيساعد ويرضي الناس ويخلص اكبر عدد من المهام، بس بتيجي لحظة بنكتشف ان احنا بنقول نعم على كل حاجة، وده بيبعدنا عن هدفنا الحقيقي. والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، فن قول الله. كتير مننا بيحس ان هو لازم يقول نعم على اي طلب بيجيله، سواء كان شغل، مساعدة، او حتى طلب من صديق، وبنفكر ان ده هو الطريق للنجاح، اننا نكون متاحين طول الوقت. لكن الحقيقة المرة صديقي ان ده بيسرق وقتنا الثمين، بيأثر على تركيزنا بشكل كبير. الشغل الكتير مش دايما دليل على النجاح، ولو فضلت تقول نعم على كل حاجة هتتوه عن هدفك الحقيقي. انك تقول لا ده مش معناه ان انت اناني او متكبر، بالعكس ان انت بتحمي وقتك وتركيزك عشان تقدر تركز في حاجات تانية، الحاجات اللي فعلا محتاجة وقتك. لو فضلت تقول نعم على اي طلب هيتوجه لك، مش هتقدر تشتغل على الحاجات اللي فعلا هتحقق لك النجاح. لما بتقول لا على حاجات غير ضرورية، يبقى انت كده بتقول نعم لهدفك، لطموحك، لاولوياتك اللي انت حاططها لنفسك. فن قول الله بيعلمنا ان احنا نكون مسؤولين عن وقتنا بشكل حقيقي. قبل ما توافق على اي طلب اسأل نفسك، هل ده هيقربني لهدفي ولا لا؟ هل ده فعلا هيستحق وقتي ومجهودي اللي هديهوله ولا لا؟ لو الاجابه لا، يبقى واضح جدا ان هو لا هي الحل اللي بيحميك من التشتت. الشخصيات الناجحه اللي بنشوفها حوالينا عرفوا ازاي يتحكموا في وقتهم، وازاي يقولوا لا للامور اللي ممكن تشتتهم، وده اللي خلاهم يوصلوا لمكانه مميزه في حياتهم الشخصيه والمهنيه. النجاح مش انك تعمل حاجات كتير، بل انك تعمل الحاجات الصح. يعني تكون واعي بالوقت والطاقه اللي هتستثمرها في كل حاجه، بس مش معنى ان انت تقول لا يعني ان انت هترفض كل حاجه. السر هنا هو التوازن. في حاجه فعلا مهمه وبتساعد شخص قريب منك او بتحقق لك فايده، يبقى هنا ما تترددش انك تقول نعم. لكن لو حاسس ان الحاجه ديت مش هتساعدك في تقدمك او حاسس انها بتشتتك، يبقى لا هي الكلمه الصح. الحكمه هنا يا صديقي انك ما تخافش تقول لا للحاجات اللي انت حاسس انها مش هتفيدك. قول لا بحكمه، وخلي وقتك دايما مركز على الحاجات اللي هتدفعك لقدام. قول نعم لنفسك، لطموحك، للحاجات اللي فعلا تستحق وقتك وجهدك. وما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع كل اللي بتحبهم، ولو اشتركت في القناه وفعلت زر الجرس ده انا كده احبك بقى. وسلام يا صديقي في فيديوهات جايه. طعمها وحش القهوه دي.